السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله النهاردة هنستكمل الدورة بتاعتنا. تمام، تركيب الصورة مش تركيبه وخلاص كده، لأ ده احنا تركيب، وهنشوف ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا وايه طريقة حلها، ونقدر نستكشف أي سورس ونشغله إن شاء الله. تمام، طبعا بس نفتكر مع بعض العوامل اللي احنا قلنا نحفظها عشان ما ننساهاش. باسورد الاب سيرفر، انا بسطب الاب سيرفر، اسم القاعدة، اسم السيرفر، الاي بي بتاع جهازك او بتاع البي اس، البورد ده مصطلح جديد معانا، هنعرف ايه هو دور الربط برضو زيه زي الاي. تمام، طب ندخل على الشرح. انا استبدلت بس السورس بسورس تاني نفس الاصدار ونفس اللغه عشان خاطر ايه، بس برتاح مع الشغل على الثلاثي بتاعي يعتبر. تمام، طيب ندخل ان شاء الله على التركيب. تمام، طبعا انا شغلت السورس بتاعي، هفتح البروجكت بتاعي عادي جدا، اكسل دي كده، البروجكت بتاعي عادي جدا هفتحه. تمام، انا دلوقتي داخل اركب اهو سورس للتركيب. تمام، ايه معانا نوعين من السورسات، نوع مسج ونوع عادي. النوع العادي ايه افرقهم ازاي؟ شايف كلاس وورلد وبروجرام، ده سورس عادي. طب في المسج بيكون ايه؟ اسمهم ثيرد وسيرفر. تمام، طيب ندخل على التركيب، هيكون يا في بروجرام يا اما في السورس الثاني هيكون في سيرفر. ندخل على التركيب، هدخل كلاس بروجرام وانزل تحت بكل الدوال ملوش لازمه، هبحث عن فويد بابليك ستاتيك فويد، زي مثلا ده اللي يهمني الاسم اللي بعد الفويد. ببحث عن مين في اي سورس، ببحث عن فويد مين اللي هو ده، وصلت له. ده بقى بدايه تشغيل القنصل. القنصل بيجرى من هنا، هنقرا السطور المهم بس عشان نختصر يعني. تمام، طيب التايتل ايه ده اللي هو الاسم بتاع الايه السيرفر او اسمك، اكتبه على بيظهر على القنصل من فوق، ملوش اهتمام، محدش بيشوفه. تمام، طب كونسول دوت رايت والكلام ده كله ده منظر احنا عاملينه في الكونسول. تمام، اكتب انت يعني تقدر تغيره وتعمل اللي انت عايز تعمله. تمام، دي الوان مالهاش لازمه. ندخل بقى حاجه بعد كلمه كونسول دوت رايت لاين لودر سيرفر كونفيجريشن، هنركز في بدايه سترينج كونفيج فايل نيم. تمام، السطر ده بيقول لك ايه؟ بيقول له السورس اجرى المعلومات منين، ايه اسم الكلاس اللي تجرى منه. اسم الكلاس اهو configuration.ini، ممكن اغيره براحتي. تمام، بس لازم برضه اغير التكست نفسه اللي انا هيجرى منه، ما اغيرش هنا واروح اسيبه هناك بنفس الاسم. تمام، فين مكانه؟ في البنج ديباج، ده مكان معروف اهو، بنج ديباج اهو، فين configuration، ده معايا configuration اهو، شايفه؟ هو لما الصيغه بتاعت دوت اي ان اي، لو عملت هناك الصيغه دوت تكست مش هيشتغل، لازم تبقى نفس الصيغه. تمام، يبقى هو ده الملف اللي هنتحكم منه. لو انا غيرت دي يبقى لازم اغير هنا. تمام، اجرى جواه ايه اللي تجرى جواه. تمام، الجيم اي بي اجراه منين؟ من الكونفيجريشن خاصة اي بي، يعني ادخل جوه ملف الكونفيجريشن. تمام، هتلاقي جواه كلمة اي بي، هو ده الرقم بتاع الاي بي. تمام، طب انا ممكن استبدل ده واحط اي بي انا بمزاجي من هنا، وكأن اللي هناك ملوش اي 60 لازمة، اقدر بس اعمل علامتين تنصيص كده مثلا، واروح احط مثلا اي بي 1.1.1.1. تمام، علامتين تنصيص واقفل السطر كده 100. ادي الاي بي بتاعي هنا، وفي ناس عامله هنا وهناك، فانت لازم تركز من فويد مين ده كويس. تمام، طيب انا كده كتبت الاي بي بتاعي، نسيبه على وضعه افضل. تمام، طيب بعد كده الجيم بورت اللي احنا قلنا عليه برضه، قال لك اجراه من هناك، بس الجيم بورت لو انا حبيت اكتبه هنا او لقيته مكتوب هنا، مش هيكون بين علامتين تنصيص، هيكون مكتوب مثلا 9960 كده، ما ينفعش بين علامتين تنصيص عشان ما يجيبليش ايرور. ده بالنسبه للبورت، لكن الاي بي لازم بين علامتين تنصيص. كده البورت بيجرى من هنا، انا كده بتعلم السورس بيجرى منين، مش هركب وانا مش فاهم. طب ايه تاني؟ الاوث بورت برضه بيجرى منين؟ من كونفيجريشن. تمام، يعني هنا بيقول له ان فايل ريد يوني 16 يو انت 16 دي اللي هي هشرحها لك بعدين، او المفروض انت تكون عارفها، هي تحويل. يعني
هتجرى القيمة تجراها متحولة ليو انت. اليو انت اللي هي متحولة الرقم. القيمة أساسا مكتوبة الان فايل، القيمة مكتوبة بمتغير سترينج، فلما تيجي تتحول هنا لازم تبقى انت اللي هو رقم، او يو انت ارقام، ما ينفعش تبقى سترينج. السترينج ده متغير للنصوص مش ارقام. فالموضوع ده المفروض انت تكون عارفه لو دارس اساسيات سي شارب، لو مش عارفه هشرح لك ان شاء الله بعدين. تمام. فالمهم هنا بتقول له ايه؟ اجرى وحول القيمه اللي هي موجوده في كونفيجريشن وفي السيرفر هتلاقيها مكتوبه كسطر كتابه، حولوا الرقم بس. تمام. انا عشان وعدتكم هنا مش هستخدم مصطلحات بس وكده، فان شاء الله هحاول احافظ على الوعد ده. تمام. هنا بقى اسم السيرفر اجراه منين؟ نفس الموضوع من configuration دوت سيرفر. تمام. وهنا برضو اللي هتلاقي الداله دي، على فكره الداله دي برضو مش شغاله، على فكره مش مشغلها. تمام. بس انت في سيرفرات هتلاقيها شغاله، يعني في سيرفرات دي شغاله فيها، فانت لازم تكتبها. هنا برضو بيقولوا حط المعلومات، برضو حط المعلومات. يعني اسمه ده الهوست اللي هو تكتب فيه لوكال هوست اللي احنا اتفقنا عليه، فاكره الهوست. تمام. اليوزر نيم اللي هو روت، فاكره اللي احنا كتبناه في النافيجات، فاكره لما قلت لك سيبه هو الهوست، فاكرهم؟ طيب الباسورد اللي هو باسورد الاب سيرفر، فاكره ولا نسيته؟ وهنا اسم القاعده بتاعتي. هم دول الحاجات اللي احنا بنحتاجها. تمام. طب دول موجودين هنا، وما تنساش برضه موجودين في الملف اللي اسمه كونفيجريشن لازم نعدله. طب نشيك تاني برضه هنا في حاجه تانية ممكن هنا اعدلها؟ لا كده هنا مفيش ايه حاجه تانية اعدلها. هنزل ده اللود معناه ان هو ايه ده كده، لو وصل لهنا يبقى معناه ان هو بيجرى السورس، بيجرى الملفات اللي انت تشغلها. كده وصلنا لحد ما ايه الكونسول يشتغل. طيب كده هنا ايه كده احنا تمام. طيب نروح مكان تاني اللي هو البينج ديبات وقلنا عليه، نفتح في الكونفيجريشن هنا. تمام. هنا نعمل ايه في الكونفيجريشن؟ اول حاجه نحط الاي بي. كانوا قلنا له الاي بي من هنا، هنضحك على الناس ولا ايه؟ لا لازم ايه اجرى الاي بي من هنا، نحط له الاي بي. ده اي بي ده انا عشان عايز ده راندوم بلان. تمام. حطيت له الاي بي. طب الجيم بورد انا هناك حطيته حاجه؟ لا انا سبته قلت له اجراه من هنا. طب خلاص هشغله من هنا، هخليه مثلا ايه 996 اي رقم انا عايزه، بس خليك عارف. وحالة استخدم 969 او 4 تسعات كده يعني. تمام. وده الاوسبورت سي وده هنا اسم السيرفر برضو قلت له جرى من هنا، وهنا دي برضو بيجرى من هنا ومن القاعدة. خد بالك همزة الوصل اللي بيربط النافيجات بالسورس هو الملف ده وظيفته ان هو يربط بين السورس والنافيجات. افهم الحتة دي كويس. تمام. ان اي معلومة هنا غلط مش هتكمل الربط. تمام. هنا اسم السيرفر لازم زي اللي كان في الكونفيجريشن. طب احنا هنسيبه مش هنعدله، هنسيبه زي ما هو كده بايظ. تمام. هنسيبه دلوقتي بس. هنا بقى ننزل الهوست اللوكال هوست اللي قلنا عليه، اليوزر نيم روت، متفقين. الباسورد بتاع الداتابيز. تمام. يبقى ايه 1 2 3 انا عامله لحد 9. اسم القاعدة نفسها سي كيو. سي كيو. انا مسحت القاعدة الثانية اما لغيتها ايه هي شغالة دي سي كيو. تمام. طيب على بركة الله كده كل المعلومات صح، بس في اسم السيرفر غلط. هو يس حفظت صح كده. السورس تركب معاه، بس هو ده تركيب السورس على فكرة. ده تركيب السورس بالنسبة لايه للجهاز اهو. هو ده رفع القاعدة. تمام. والتعديل على الملف الكونفيجريشن. تمام. في القاعدة ان هو اكتب فيه اسم السيرفر واحد في الملف ده وملف البروجرام. خلاص كده حلو كده. نجرب نشغل قلنا من ايه اللي بتشغل السيرفر الايكون اكس اي يشغل يا موسى. database error please check your MySQL server close. يقول لك ايه؟ يقول لك الداتابيز ايرور، هو ما قدرش يقرا الداتابيز ليه؟ طب الرساله دي فين اساسا؟ مش كده؟ دي الرساله دي فين؟ دي شايف الانتايت اي بي دي عشان تعرف بس ايه علاقه كل حاجه بكل حاجه.
اهي دي شايفها. طب هنا المفروض ان هو يجرى منه ايه؟ يجرى منه اسم السيرفر اهو. وصلت الفكرة؟ فلازم اسم السيرفر يبقى متطابق. وصلت الفكرة؟ طيب انا هاخد اسم السيرفر اهو، تمام، انا بوريك المشاكل اللي ممكن تجابلك، تمام، وهروح اضيفه هنا ونجر يا مسهل. شغل يا معلم. اهو جرى اهو، شوف ده بينزل اهو بيجرى. لودينج ذا هارد سيرفر. تمام. انا جريت الفيديو طبعا لحد ما السورس يشتغل، تمام. فهو كده ايه، بعد كده السورس ايه اشتغل معايا، جرى كل الاوامر اللي هنا. هي طريقة الشغل السورس بيعمل ايه؟ بيدخل هنا في الكونسول بس، تمام. اول ما بتدوس على الزرار انت بيحصل ايه؟ بيدخل هنا على مين؟ يجرى المعلومات اللي هنا. اول معلومة دي اللي بيجراها ان هو يجرى المعلومات بتاعته منين؟ من هنا. يجرى ايه؟ يجرى الحاجات دي كلها، تمام. الحاجات دي كلها تمام، يبقى حلو. يروح ينزل على اللي بعدها يجرى ايه؟ الحاجات اللي قلنا عليها دي اللي هي ايه؟ اللي في جوه الكونفيجريشن، اللي هي كمثال إيه؟ اللفلفة سهلة ولا صعبة، نجوم الأسلحة، الحاجات دي كلها. طب حلو، لو الكلام ده كله سليم تمام حلو، عدي على اللي بعده. طب هنا في شرط، الشرط ده هو بقى اللي هو ايه؟ محافظ لك ان اسمه ده ان لو السيرفر نيم مختلف تمام ما يشتغلش. وصلت الفكرة؟ تمام. طب الشرط بيقول له كده، لو السيرفر نيم مثلا مختلف ما يشتغلش، تمام. طيب حلو. طيب خلاص كده هي هنعتبر ان ما حصلش، لا السيرفر نيم تمام، يبقى else هيكمل بقى، يعمل بقى ايه؟ انستولينج لبقيه الداتا، باقي الداتا، تمام. اجرى اهو، شغل الانر باور وشغل البريفكشن وشغل الفلاور وشغل الوورد وشغل المبادئ وشغل المبادئ، ويفضل يشغل في الحاجات دي كلها، شغل 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 هوب. ووصلنا هنا وورد كونسول، كده الكونسول اشتغل. وصلت الفكرة؟ طيب مشاكل تشغيل ممكن تقابلنا لو اي حاجة غلط في الكلام ده مش هتشتغل الحاجة. يعني كمثال الاي بي ممكن لو غلط عادي يشتغل، بس مش هيعمل اتصال معاك مع اللعيبة، تمام. طيب البورت لو غلط عادي، غلط بس هو مش هيعمل معاك اتصال مع اللعيبة، لازم ده هنعرف ايه لازمة البورت بعد كده، تمام. طيب لو جينا هنا مثلا الباسورد بتاع الاب سيرفر خليناه لحد 8 ودوسنا اوكي مش هيشتغل. بص الرسالة اللي بتجيني، نركز ان في نوعين من الرسالة اللي بتيجي، تمام. الرسالة دي شايفها دي، شايف الرسالة دي، تمام. ودي سببها ان في حاجة في التركيب غلط انت مش واخد بالك منها. طب زي ايه مثلا؟ الاي بي ممكن، اللوكال هوست فيها غلطة، الروت فيها غلطة، الباسورد هنا فيه غلطة، اسم الداتابيس فيه غلطة. فهو فيه غلطة في حاجة من الحاجات اللي قلتها دي، او هنا الاسم ده مختلف عن اللي هنا، فهمتني؟ او لو الحاجات دي شغالة السورس اللي عندك تمام فيها حاجة غلط. دي الاحتمالات اللي بتجيب لك الرسالة الغبية اللي انت شفتها دلوقتي. طيب في رسالة تانية بتيجي اللي احنا وريناها لك الاول، تمام. نرجع دي كده، تمام، اللي هي بتاعت اسم السيرفر. لو اسم السيرفر اللي هي مثلا ايه الرسالة دي بتيجي امتى؟ لو اسم السيرفر مش زي بعضه، او لو انت ما رافعش القاعدة من اصله، فهمتني؟ يعني شفت دي؟ ده كده ايه؟ ايرور تابع ليه؟ تابع للي اسمه ده ان انت مركب حاجة غلط. لكن لو انا جيت عملت دي فينها راحت ايه؟ لو انا دي ظبطتها، بص خد بالك لان
على مراحل قرايه السورس، مش شغال بالبركه. لكن دي مظبوطه تمام، بس دي غلط، بس دي شلنا حرفها غلط. هيروح يقرا هنا القرايه مظبوطه، في داتابيز باسم سكيو فهي تمام كده. طب في باسورد باسم كده تمام، وده تمام وده تمام وكل تمام، بس اسم السيرفر غلط. طب هيروح يجيب لك ايه الرساله الثانيه. وصلتك الفكره؟ يعني انت عشان تبقى عارف المشكله فين انت وبتركب وقت لك رساله ايه اللي بيحصل. ودي طبعا تتبع مراحل حل المشكله، ان انت تبقى عارف ان الحاجه اولها فين واخرها فين عشان بناء عليها تعرف تحل. فهمتني؟ يبقى هنا كده ايه، طالما المشكله جاتنا في اسم السيرفر تمام، جاتنا الرساله الطويله دي، يبقى العيب في اسم السيرفر تمام، او ان انا مش رافع الداتابيز تمام، اللي هو عامل داتابيز بس مش رافع عليها الملفات بتاعتي. هو كده معناه ان الداتابيز القاعده مش مرفوعه تمام. هو بيعرف ازاي؟ بيعرف من اسم السيرفر. وصلت الفكره؟ طب لو جتني الرساله الغبيه الثانيه يبقى في غلط في التركيب من الحاجات ايه؟ اكتب. تمام كده احنا ايه خلصنا وركبنا السورس بتاعنا من القاعده ومن السورس. كده السورس بتاعنا مثلا ايه اشتغل وجاهز على التشغيل. بعد كده هنروح للمرحله الثانيه الا وهي تركيبه في الباتش وتركيب الباتش نفسه، وان انا ايه اشغله ده ان شاء الله ايه لو كده ان شاء الله نشتغله دلوقتي عشان نخلص فيه بالمره. تمام، هنروح على الكلينت بتاعي. لازم الكلينت يكون نفس الاصدار، والباتش بتاعي عليه اللودر برضه نفس الاصدار. طبعا تقريبا مسطر كلينت 16. تمام، اهو ده الكلينت بتاعي، فكيت عليه الباتش بتاعي اللي هو ده اهو اللي اتفقنا عليه. تمام. طيب هنعدل على ايه؟ هنروح للملف اللودر، بيكون فيه ملف متشفر هو اللي بنعدل عليه. كمثال لو اللودر واخده مني انا او من اخويا وحبيبي مجدي تبع الفريق بتاعي تمام، بيبقى اللودر اسمه اكس ميجو. تمام، الملف اللي بتعدل عليه او اللودر المجاني بتاعنا برضو باسم اكس ميجو. تمام، ده شايف اكس ميجو ده ملف دوت داتا، كليك يمين عليه تمام، واوبن بالسيفن زب زي ما احنا قلنا ليه هتحمله. تمام، فتحنا كليك يمين هنا واف 4، بنزل تحت هنا بكتب اسم السيرفر تمام، وهنا بكتب الاي بي بتاعي تمام، وهنا بكتب البورت اللي قلت لك خليك فاكره اللي هو 969 اللي هو الجيم بورت مش الاوث بورت، جيم بورت. لازم الاتنين يكونوا شبه بعض بالظبط. وان شاء الله في حلقه بتاعت المشاكل الاتصال وكده اللي هو حل المشاكل اللي بتقابلك هشرح لك امتى تعرف ان كان دي مشكله او هقولها لك دلوقتي. لو كده لو جاب لك مشكله انت بتفتح اللعبه وقال لك اتس تو كوركتد كده وبليز تراي اجين، دي معناها ان الاي بي غلط او الجيم بورت غلط. فهمتني؟ وده برضو اسم السيرفر. بتخلص بتسيف تمام، وهنا بيقول لك عايز تعمل ابديت ولا لا، بتدوس ايه اوكي. فهمتني؟ لازم تدوس اوكي على الابديت. كده ايه احنا عدلنا على الملف بتاعي. واروح افتح منين؟ لو فتحت من كلمة بلاي لازم تركب الاوتو باتش، وده ان شاء الله ليها حلقة لوحدها تركيب الاوتو باتش، لان طبيعي الاوتو باتش بيبقى ليه اتصال فانت لازم تركبه عشان يشتغل. تمام، فطبعا المرة دي هتفتح من اللانشر اللي هو المشغل بتاع اللعبة التاني اللي دايما بربطه مع البتاع ده مع الباتش، ان هو يشغلك اللعبة من غير ما تفتح من بلاي، اللي هو ده مثلا كلمة رايز دي او كلمة اوتو باتش. تمام، وتروح تفتح منها. تمام، وكده اللعبة بتاعتك اشتغلت ومبروك عليك. انت كده ركبت السيرفر بتاعك بأسهل طريقة بدون مشاكل، وتعلمت انت تفهم اي سورس تقدر تركبه ازاي وتفهم دنيته ازاي. طيب فرضنا اللودر اللي راكب مش لودر مجدي، ده راكب لودر تاني، لودر احمد الزيرو مثلا، ده هو ده اللودر التاني المجاني المفتوح. بيكون ملف اسمه شيل او لا مش شيل G4H او حاجه زي كده. ملف برضو نفس الموضوع هنا، بدل ميجو
جي فورجيتش. تمام، برضو كليك يمين ونفس الطريقة وبتعمل بيها وبتفتح السيرفر بتاعك. بس لازم زي ما قلنا ادي السيرفر بتاعك ده ستارت الدخول اللي احنا اتفقنا عليه، تبقى اللي بتكتب فيه الاسم والباسورد. تمام. طيب هنا في حاجة مهمة، لازم الكونسول ده يبقى شغال عشان السيرفر يشتغل. ما ينفعش السيرفر يشتغل لو ده مقفول. وصلتك الفكرة؟ يبقى لازم ده يبقى شغال عشان ايه اللعبة تفتح معاك بدون مشاكل ان شاء الله. كده يبقى احنا انتهينا من التركيب بتاع السورس، واتمنى ان الشرح يكون سهل وبسيط وافهم. كان الله في عونكم وفي عوني. السلام عليكم.